السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. النهاردة إن شاء الله جاية لكم فيديو جديد، يلا بينا نسمي الله ونشوف النهاردة هنعمل إيه. يا صباح النشاط كله. عارفين بقى الرجوع من أجازة طويلة، أجازة العيد أسبوع كده، وانتي سايبة بيتك ورجعتي بقى لقيتي بصي يعني كل حاجة، لا كل حاجة تضرب تقلب مين، لا 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 لا، اللي عامل في المكان ده كده العصافير والبغبغانات. بس تقولوا ايه بقى؟ يعني كل ما افكر كده اتخلص منهم، اطيرهم، اعمل فيهم ايه اوديهم فين، يصعبوا عليا. وكمان وانتي شايفه كده كمان انتاجهم، وفي عصافير جديده طلعت على ايدك وبغبغانات، فبيبقى الامر صعب عليكي جدا جدا. بصوا بقى، دي كلها كميه دنيبه. طبعا لما رحنا الاجازه، آه سيبنا البيت ومشينا بقى اجازه العيد، حطيت لهم طبعا كمية دنيبة كبيرة قوي قوي، فكانت الحاجات بتاعتهم مليانة على آخرها. فهم بياكلوا، يعني بيقزقزوا الدنيبة، عارفين بيسيبوا القشر وياكلوا اللي في قلبها. وكل بقى اللي في قلبها ده طار بقى في المكان اللي انتوا شايفينه ده. ويعني هنكنس كده واوريكم كمية دنيبة، لا ما حصلتش في المكان ده. فالله المستعان بقى. تعالوا بقى ايه احنا يعني، قولوا لي كده، يعني قولوا لي انتوا راجعين من العيد عاملين ازاي. انا راجعه من العيد، عايزه اقول لكم الواحد مش عايز يعمل اي حاجه وعايز اجازه طويله. آه معرفش ده بقى ارهاق مثلا من رمضان، من يعني مش عارفه. الواحد بصراحه عايز، يعني مش عايز يعمل اي حاجه وتعبان جدا ومش قادر اصلا يعمل اي حاجه. فالنهارده قررت، قلت لا مش هفضل بقى قاعده كده وحاطه ايدي على خدي. قومي يلا شوفي اللي وراكي، وقومي الحاجات اللي انتي سايباها ده. بصراحه احنا كنا يعني سايبين البيت من جوه نضيف زي الفل، وعاملين بقى روتينات مع بعض، وغسلنا البيت وغسلنا كل حاجه. بس بره زي ما انتوا شايفين، بصوا كده، انا ما كانش ينفع اجيب الميه على المكان ده غير اما اكنسه بالشكل ده. بدات بقى الم الدنيبه، بس ما نزلهاش برضو الجنينه، يعني احافظ برضو على الجنينه قدر الامكان. عارفين الحاجات اللي على الكرسي دي كنت لماها كده، كنت جايبه قفص عندي ولماها، بس الشكل مش لطيف خالص، عايزه اتخلص من القفص ده وارميه. وكمان الحلل الكبيره دي عايزه اغسلها. كنا عاملين اكل كده في مره يعني، وموزعينه، فالحلل دي من يوم ما عملنا، فعايزه برضه اغسلها غسله حلوه. بس قلت سيبيهم دلوقتي لغايه ما تنضفي المكان ده، لان كل بصراحه ما افتح الباب لا شكله بصراحه يعني لا يسد النفس. فقلت لا نضفيه وبعدين بقى ايه، شوفي يعني شوفي الحاجات اللي مش عاجباكي فيه، وابداي بقى اعمليها، بس يكون نظيف الاول. وكمان الدنيبه دي كل ما اجي افتح الباب اللي هو الازاز ده، لو في شويه هواء يطيروا عندك جوه في البيت. فقلت لا انا لازم بقى ايه، مبدهاش، يلا قومي اتنشطي كده وخلي المكان ده زي الفل. ولو قدرتي تعملي مثلا المكان ده بس كده والرصيف النهارده ده اللي حواليه، يبقى حلو قوي. مش مهم بقى تعملي ايه، تعملي الناحية التانية، خلي الناحية التانية اليوم تاني. وده فعلا اللي قدرت اعمله النهاردة. يعني بقول لكم احنا طالعين من اجازة العيد في حالة من الكسل رهيبة. فالنهاردة بقى عملت بس المكان ده كده، وبكرة ان شاء الله او بعده على ما يقدرني ربنا بقى ممكن اعمل المكان اللي زيه، بس قدام البيت، مش الخلف، مش الجنينة. بصوا رويت الشجر بقى اللي في طريقي ده، كمان غسلته كده بشوية مية يزهزه ويبقى لونه حلو. كنت انا ببقى يعني بقعد كده اوقات، عارفين اقلل من الشجر ده، يعني اقطع الورق اللي تحت كده، فتبان العيدان ويبان شوية ورق من فوق كده، تبقى احلى من كده. بس عايزة اعملهم كده، بس ان شاء الله هعملهم. يعني افوقها كده، اشيل الورق الزيادة منها عشان تفوق وتكبر، فهعملها ان شاء الله. هنا بقى مسكت برضو الخرطوم، بما ان نظافة بنظافة، غسلت الازاز من بره كده، انا منضفاه من جوه حلو قوي. غسلت الازاز من بره بالمقشه كده، وده السلك ما جبتش عليه ميه، بس عملت ايه، في ريش من اللي هو بتاع العصافير طاير فيه، فبدات انزل الريش ده بالمقشه اللي ماسك في السلك، ونزل والسلك والباب الازاز بقى زي الفل ما شاء الله. بصوا بقى، لو كنا جبنا الميه على الدنيبه دي كانت الدنيا راحت، لا فظيعه، مش عايزه اقول لكم. بس هنا بقى ايه،
نضفنا الاول بالمقشه، وبعدين جبنا الميه بقى على نضيف وكده. وانا عاده ما بستخدمش هنا مساحه، انا بستخدم المقشه حتى وانا بنزل الميه يعني، وكل حاجه تدعك يعني تدعك معايا الارضيه. لا ما بستخدمش مساحه، بستخدم المقشه. حلوة قوي وتدعك معاكي وتنضف وتبقى احسن من المقشه وتعمل بسرعه معاكي. وانا مش محتاجه، يعني مش محتاجين قوي ان يعني الارضيه تنشف هنا، يعني مش محتاجين مساحه نجر الميه يعني جر كده مظبوط ومبقاش فيه نقطه ميه. لا يعني عادي لو تعملي بالمقشه عادي، والهوا بقى وعشان احنا بره هينشف معاكي بسرعه. هنا بقى اتنقلت للشباك التاني زي ما انتوا شايفين كده، وغسلته بالظبط زي الباب. بصوا بحط الميه بقى. هتقولي لي ما الميه بتدخل عندك جوه؟ لا، انا عامله عتبه كده، عتب رخام على البيبان وعلى الشبابيك، فما يدخلش معاكي ميه خالص، يعني قافل على الشبابيك والابواب. فانا ببقى احط الميه وانا مطمنه، اكيد لو الميه بتدخل عندي مش هحط كده. هنا بقى بصوا غسلت المكان اللي فوق ده، وغسلت الدرج، وكمان هغسل الرصيف اللي تحت اللي انتوا شايفينه ده، في كمية برضو تراب عايزة اقول لكم. وغسلت بقى الزرع كده كل ما زرع يقابلني. عايزة اوريكم بقى بعد ما نضفنا والمكان بقى شكله منور وزي الفل. بصوا بقى، طبعا انا نزلت المية دي كلها بالمقشة. تعالوا اوريكم بقى المكان بعد ما نضف كده، وبقى حاجة يعني حاجة تفتح النفس يعني تعرفي تبص على الجنينة بنفس. بصوا نزلت كل المية اللي فيه. عايزة بقى بروقان اقعد اشوف الحاجات الكركبة دي، بس في يوم تاني بقى ان شاء الله. بصوا بقى النظافة حلوة. لو عجبكم الفيديو بقى ما تنسوش تحطوا لايك وتعملوا اشتراك ودعوة حلوة من قلبكم. عايزين كده نوصل في وقت صغير قوي ان احنا ندخل كل البيوت ان شاء الله ويتفرجوا علينا وعلى فيديوهاتنا باذن الله، وتكون فيديوهاتنا خفيفة كده تعلمك اي حاجة وتديك نشاط او طاقة ودعوة حلوة بقى من قلبك ان احنا نستمر ان شاء الله. بصوا بقى، بصوا المكان راح زي الفل، مع ان لا في نشاط ولا وقايمين كسلانين ومش عايزين نعمل اي حاجه. بصوا المكان راح زي الفل. اشوفكم بقى على خير، اسيبكم في حفظ الله، مع السلامه.